سؤال معاليكم كان على الفرق ما بين المض والسيج بايل. في الفيديو ده احنا كنا قلنا ان دي حالة acute on top of chronic calcular cholecystitis، ودي عبارة عن ستون اهي تقريبا يعني سد النيك بتاع الجول بلادر، وبالتالي الفيو ده هيظهر فيه كل المراحل بتاعة الايه الكوليستايتس. ففوق خالص شايفين بايل somehow clear، وبعدين بدأ يترسب المض لتحت شوية فيظهر معايا مض اهو. يعني ده ليفل بتاع كلير بايل، ليفل اوف مض، وليفل اوف سيك مض. تمام، يبقى اذا ايه هنقولها كده خطوات بالترتيب، 1 2 اهو. ادي 1 اللي هو الكلير بايل، وبعد كده سيك بايل سوري الاول كلير بايل، وبعد كده مض بدأ يكون مض، وبعد كده السيك مض. يبقى اذا ايه فرق ترسيب، هنا كلير بعد كده مض بعد كده السيك، بدأت الايكوجينيستي بتاعته تزيد قوي وبارتكلز تقرب من بعض جدا، وعشان يوصل في الاخر لرقم 4 اللي هو الانسبيسيتد ايه مض، اللي هي اخر مرحلة ما قبل تكوين الستون. ودي تبقى الايه الترتيب اللايرز بتاعتنا في الرحلة من الكلير بايل لحد تكوين الستون.